اهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية سونج جينو. لو عايز تشوف باقي الحلقات هتلاقيها على القناة، واللي كان منها جينو اللي حاله اتبدل وبقى قوي وبيدخل مغارات لوحده لحد ما اضطر ينضم لمجموعة صيادين علشان يشتغل معاهم، ودول بقى كانوا نصابين وسابوه هو ويو في المغارة لوحدهم قصاد العنكبوت الضخم. وبعد معركة كبيرة جينو قدر يموت العنكبوت لحد ما بعدها الصيادين كانوا عايزين يموتوه، فوقتها جينو اتحول لقاتل متسلسل وقتلهم كلهم بأبشع الطرق. بس الأول لو لسه مشتركتش في القناة اشترك وانضم لجيش انمي كليب مع اجدع متابعين، وما تنساش طبعا اللايك الجميل اللي بيدعمنا كتير. وقبل ما نبدأ طبعا ما ننساش نصلي ونسلم ونبارك على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا نكمل الحكاية. وفي صباح يوم جديد بنروح لنقابة الصيادين عند القائد جين تشول اللي كان قاعد في مكتبه وبيباشر عمله لحد ما دخل واحد من المساعدين وبيديله تقارير وبيقول له شوف بقى المصيبة الجديدة دي اللي قدامك دي، تقارير عن 6 صيادين ماتوا في مغارة من الرتبة سي و2 بس اللي عاشوا، واحد من الرتبة دي والتاني من الرتبة اي. فجين تشول قال له اكيد هربوا، يعني ده شيء طبيعي ومتوقع. فالمساعد رد عليه وقال له في الحقيقة هم ما هربوش، دول هزموا زعيم المغارة الصياد اللي من الرتبة دي واللي كان اسمه يو جينهو، وكان معاه معدات قتالية عالية جدا. كنت ممكن اقول لك انه اللي قتل الزعيم لوحده بس. فجين تشول قال له ما تجيب من الاخر كده وقول لي قصدك ايه. فقال له كده بتوتر بصراحة يا زعيم واحد من الاتنين دول هو الصياد سونج جينو اللي كان واحد من اللي عاشوا من المغارة المزدوجة بتاعة المعبد، اللي كان اضعف واحد فيهم لو تفتكروا. فجين تشول فورا افتكره لانه كان شخص ضعيف وقصته مريبة جدا وما كانوش مصدقين ان هو عايش. ولكن المساعد بيكمل كلامه وبيقول له وكمان واحد من اللي ماتوا يبقى الصياد هوانج اللي من اقوى الصيادين هو واخوه. فجين تشول قال له تصدق الامر مريب فعلا. وبنروح بعدها لجينو اللي رجع لبيته بعد المطحنة دي، وكمان بيقول لاخته انه جايب اكل وكمان دفع كل فواتير المستشفى بتاعت امه، ده كمان دفع ايجار البيت. فاخته بقى استغربت وقالت معقول جينو الشحات دفع ده كله؟ وبعدها بيقعدوا وبياكلوا كده، ولكن اخته جين بتقول له عملت ايه في الشغل الجديد؟ مش شايفاك يعني متصاب كالعاده بتاعتك؟ اكيد طبعا الصيادين كانوا اقوياء. ووقتها جينو بيفتكر المجزره اللي عملها في الصيادين وازاي موتهم، فبيقول لها بكل سخريه طبعا كانوا اقوياء وحموني كمان. بس بعدها بيفكر مع نفسه وبيقول انه اول مره يقتل بشر، بس علشان سلامته هو واهله فهو مستعد يعمل كده تاني بدون اي تردد او اي شفقه حتى لو هيبقى سفاح. بس بتظهر له رساله بتقول له ان تم رصد ماده مضره هتاثر على حياته وصحته، وهو اصلا كان بيشرب مشروب غريب كده. فبياخد الصندوق اللي فيه المشاريب دي وبيقول لاخته انه يدخل الاوضه بتاعته، وبعدها بيدخل وبيقعد يشرب المشروب ده واللي بيتضح ان فيه ماده مخدره، بس بسبب اللعبه اللي في جسمه فرافض اي تخدير. وبعدها بتظهر له رساله كده ان في ساحر اسمه كانديارو اداله قدرات سحريه جديده زي مثلا الصحه وطولة العمر وشفاء كامل كمان ضد اي اصابه او اي سم. فجينو بيقول اكيد دي مكافآت المغاره الاخيره علشان انا نسيت اشوفهم، فهم بقى بيظهروا دلوقتي. وبعدها بيكون نايم كده واخته بتدخل عليه وبتقول له كمان ان في شخص اسمه يون جينهو عايز يكلمك. وبعد كده الاتنين بيقعدوا في كافيه سوا، ويو بيقول له انا اسف ان انا نزلت لك فجاه كده ولكن كنت عايز اتكلم معاك. فجينو قال له ما كنتش اتوقع اشوفك تاني بصراحه، ولكن شكرا ان انت اديتني كل الجواهر السحريه وكمان ما قلتش لاي حد على اللي حصل هناك. فرد وقال له هم اللي حاولوا يقتلونا فيستاهلوا بقى اللي حصل لهم. وجينو قال له طب انت عايز ايه؟ فرد عليه وقال له انا كنت عايز اعمل فريق هجوم خاص. فجينو ما استناهوش يكمل وقال له انا مش موافق علشان انا بصراحه ما عنديش وقت العب مع عيل غني زيك كده. فيو قال له بتوتر طب انجز 19 مهمه على الاقل. فجينو رد باستغراب وسخريه كده وقال له 19 مهمه ليه يعني؟ هو انت ناوي تبقى رئيس النقابه؟ فقال له طب بس معلش الاول سيبني اكمل كلامي. وفعلا جينو قعد وهو بيقول له انجز بقى. فيو ابتدى يتكلم وقال له من الشروط اللي تخليك رئيس النقابه انك تشارك في 20 مهمه، واللي فاتت دي كانت اول مهمه ليا. انا بصراحه طول عمري بحاول ادير الشركه وعندي ثقه كمان ان انا هقدر انجح في الاختبار النظري، ولكن في القتال الفعلي مع الوحوش فمش هقدر. فجينو قال له نظري ايه وعمل ايه يا عم انت؟ مش انت ابوك صاحب شركه يوجين للانشاءات؟ قال له ايوه، وانا بعمل كده علشان شركتنا ابويا عايز ياسس نقابه. فجينو رد وهو بيفكر وقال له رغم ان المغارات خطيره ولكن اي حجر فيها يعتبر من الكنوز النادره
الجواهر السحرية وبلورات المانا دي جزء بس صغير منها، وجثث الوحوش بيتصنع منها معدات غالية جدا، واي حاجة في المغارة كمان بتجيب فلوس. فانتوا بقى عايزين تعملوا نقابة خاصة بيكم تقتحم كل المغارات وتاخدوا كل الغنايم والفلوس ليكوا بس. فايو قال له ايوه بالظبط كده، ابويا ناوي يجيب صياد من الرتبة اس ويخليه الرئيس، ويعين كمان اخويا يبقى النائب بتاعه، ويخلوا كمان النقابة زي الشركة بالظبط. فجينو رد باستغراب وقال صياد من الرتبة اس ده مفيش منهم غير 7 في العالم كله. فقال له ايوه بس في واحد منهم اسمه بيونج وده مش منضم لاي نقابة. فجينو قال له وكمان عايزين تسرقوا الصيادين من باقي النقابات؟ ده انتوا عصابة بقى. عامة يا ابني انا انصحك ما تعملش كده علشان باقي النقابات مش هترحمكم. فيو قال له انا اخويا مش فاضي علشان يبقى الرئيس. فرد عليه بسخرية وانت بقى عايز تستغل الوضع وتعمل لك نقابة لوحدك وتبقى رئيسها بدل اخوك. وهنا يو اتعصب وقال له هو انت معترض ليه؟ لو هتفضل مخبي نفسك ومزيف درجتك فلازم يبقى معاك اصحاب بدل ما تنضم للصيادين اللي رتبتهم عالية اللي مستحقرينك اصلا بسبب رتبتك. انضم لينا افضل لك، انت اقل حاجة دلوقتي بقيت من الرتبة بي. وبعدها بيديله ورق كده وبيقول له ده المكان اللي هيبقى فيه النقابة، سعره تقريبا 30 مليون، دي بقى مكافأة انا هديها لك لو انت وافقت تنضم لينا. اما جينو فكان بيفكر علشان المبلغ مش صغير برضه، دول 30 مليون مقابل 19 مهمة من الرتبة سي، بس برضه كان زمان ممكن يوافق. بس بعد ما مستواه ابتدى يعلى الامر اختلف، ولو انضم وخلص ال 19 دول مستواه هيعلى اكتر وممكن كمان يوصل للرتبة اس. ولكن في الاخر بيقرر ما يخاطرش بحياته وبيديله الورق وبيقول له يا عم انا مش موافق. وهنا بيمشي، ولكن يو بيقول له لو وافقت تنضم لينا مش هقول سرك لحد، ولكن لو رفضت بقى فهحكي للناس كلها وهفضحك. واول لما جينو بيبص له بشر كده يو بيبحلق كده وبيتوتر، وبعد كده بيسيبه وبيمشي. وبعدها بنروح لمكان تاني في دولة تانية، وخاصة عند دونجو اخو هوانج اللي بيكون متعصب من قاتل اخوه، وبيخلي كمان المساعدة تجيب له كل المعلومات عن جينو ويو، وبيقول لها بقى هيحصل ايه لو قتلت شخص من بلد تانية. فلورا ردت عليه وقالت له اكيد هتتحبس، ولكن يعني بشوية فلوس كده فالموضوع هيعدي. قال لها طب ابقي فضي لي بقى جدول اعمالي وخدي لي اجازة طويلة علشان عايز انتقم بمزاج عالي. وبعدها عيونه بتحمر وهو ماسك ورق جينو ويو وبيقول بقى خليكوا عايشين لحد ما اجي اقتلكم بنفسي. وبعدها بنروح لجينو واخته اللي كانوا بيتدربوا، وجينو سبقها كالعادة، ولكن الغريب المرة دي انه كان بيتدرب بشكل قوي جدا لدرجة انه خلص ضعف الاعداد اللي مطلوبة منه، وبعد كده بياخد مكافئته اللي كانت عبارة عن مفتاح احمر لدخول مغارة الشيطان. ولو نجح في المهمة دي ممكن يبقى من الرتبة اس لانها خطيرة ومخصصة للرتبة اس بس، وكمان هياخد اكسير الحياة اللي بيشفي من اي مرض. وبيروح بعدها لوالدته المريضة وبيقول لها لو اكسير الحياة هيشفيكي فانا موافق. وبنلاقيه بعدها وقف قصاد المغارة وبيدخل المفتاح فيها، واللي بوابتها السحرية كانت نارية وغريبة جدا، وده معناه ان فيها وحوش سحرية قوية جدا زي اللي عجزوا عنها صيادين الرتبة اس في جزيرة جيجو. بس مع ذلك برضه بيدخل لجوه المغارة اللي كانت مختلفة تماما والنار فيها في كل حتة. وجينو بيقول لو الوضع اتأزم قوي فانا هستخدم حجر الانتقال، لحد ما فجأة كده اول وحش بيظهر وكان ضخم وعنده 3 رؤوس، وجينو بيقول له مستحيل استسلم. وساعتها بيسحب سيفه وبيبدأ يجري ناحية الوحش، وبعدها بيبدأ يجرح فيه اكتر من مرة، ولكن الوحش ولا اتأثر حتى، وده خوف جينو اكتر لان ده اقوى سيف عنده. بس بعدها عيونه بتتغير لما استدعى مهارة التعطش للدماء، وبتبدأ تظهر طاقة زرقاء كده وبيضرب الوحش بالسيف، بس برضو الوحش ما تأثرش بأي ضرب، ده كمان قطع دراع جينو. وهنا معدل حياته قل، وبعدها مسكه وفضل يقطع فيه ببقه الضخم، ونقاط حياته ابتدت تقل بدرجة كبيرة. ولكن جينو ابتدى يهرب بسرعة لحد ما ظهرت له رسالة ان الوحش استدعى مهارة الغضب، وفجأة الوحش بيتضخم وحجمه بيزيد اكتر واكتر، وهنا بيخبط جينو كده وبيطيره في الحيطة، ونقاط حياته وصلت للنص. فوقتها جينو بيقول ما بدهاش بقى، وهنا بيستدعي مهارة الشفاء الكامل وبيجري على الوحش كمان وبيطعنه بسيفه، ولكن من غير اي فايدة. وابتدى كمان الوحش يدشمل في جينو وبيهبده في الارض وبيعصره بايده، لدرجة ان معدل حياته ابتدى يقل وينزف دم وكان هيموت. وبعد كده الوحش بيرميه في الارض وبيجري كمان لناحيته تاني علشان ياكله، ولكن جينو بعد عنه واترمى في الارض بتعب كده
ونقاط حياته قربت تخلص، وكمان جات له تحذيرات كتيرة جدا علشان لو كمل اكتر من كده فهو هيموت. بس جينو كعادته كان عنيد وبيقول انه هيستنى بس 3 دقايق كده تكون مهارة الوحش انتهت علشان يقدر يهاجمه، بس بعدها بيقول بلاش بقى بدل ما اموت، وهنا بيطلع حجر الانتقال ولسه يستخدمه، ولكن فجأة الوحش ضربه بايده كده في الارض والحجر طار من جينو وابتدى كمان يهاجمه، ولكن جينو فضل يهرب منه لحد ما استخبى، وظهر له كمان ان نقاط حياته بقت 511. فبيقول بعصبية طب ما الحجر طار اهو، يبقى انا كده ههرب ازاي؟ ولكن بعدها بيفتكر المتجر الالكتروني وبيشتري نقاط حياة منه، وبتوصل نقاطه ل 811، وبعدها بيستخدم غدة سم كاساكا ودي كانت خطر جدا عليه، ولكن ما كانش قدامه اي خيار تاني، فبياخد ازازة السم بقى وبيشربها، وفجأة بيظهر الوحش وراه وبيهجم عليه وبيجرحه في ايده، ولكن بعدها مهارة الوحش على طول بتنتهي، فجينو بيجري عليه بسرعة كده بالسيف علشان يموته، وبيبدأ كمان يهاجمه في جسمه كله ويجرحه، بس الوحش ما كانش بيتأثر وبيفتح بقه الضخم علشان يبلع جينو اللي كان ماسك سنان الوحش وبيمنعها تقفل عليه، ولكن فجأة بيقع في الأرض كده ونقاط حياته بتوصل ل 179، والوحش كان ماسك رجل جينو وحشرها في بقه، وجينو خلاص كان بيموت لحد ما بيفوق بقى وبيغرز السيف في عيون الوحش، وقعد كمان يسحب السيف ويغرزه في عيونهم هما الثلاثة لحد ما النار اللي في المكان بتطفي والوحوش بتقع في الأرض، وبيترمى جينو هو كمان على الأرض، ولكن بيكون واقع وهو متصاب جامد ومش بيتحرك لحد ما بتظهر له رسائل كتيرة جدا ان مستواه خلاص ارتفع، وبعدها بيكسب مفتاح قلعة الشيطان، وبيكسب ورقة كده ودي تبقى طريقة تحضير اكسير الحياة، واللي محتاج يجمع 3 اغراض موجودين في القلعة، فبيقف وبيبص للقلعة وهو بيقول انا لو دخلتها حاليا هموت ولكن هرجع لها تاني. ايه بقى اللي هيحصل لجينو بعد ما نقابة الصيادين شكت فيه؟ وايه كمان المهارات الجديدة اللي هو كسبها؟ واخوه وانج كمان هينتقم منه ازاي؟ وهل ممكن يو يبلغ عنه فعلا؟ ويا ترى هيرجع لقلعة الشيطان علشان اكسير الحياة ولا حد هيسبقه؟ هو ده اللي هنشوفه في ملخص الحلقات الجاية من حكاية سو ليفلينج، فما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا اشعار بكل جديد، واشوف بقى وشكوا على خير يا احلى متابعين. سلام.